في الدقيقة 66 عملنا أول تغييرين النهاردة. خرج في التغييرة الأولى أحمد سيد زيزو ونزل مكانه مصطفى سعد ميسي. لو تفتكروا المنتخب ده أساسه من الثلاثي الهجومي أسامة فيصل، إبراهيم عادل، ميسي نفسه. أحمد سيد زيزو ضمن 2 تم استدعائهم ككبار فوق السن لدعم المنتخب، النني وزيزو، فزيزو هو اللي بيبدأ ناحية الجناح الأيمن. هل استبداله النهارده كان مفاجئا؟ ممكن، يعني ممكن تقول انه انا طول المباراه عمال اقول يا ترى ايه اول تغييره ممكن تحصل؟ هل ابراهيم عادل لانه دوره الدفاعي مش كبير قوي ويعني فممكن ده يضرنا، ولا زيزو، ولا مين اللي ممكن يغير شكل المنتخب اذا اجرينا تغييرا؟ هو اختار ميكالي، يعني اختار زيزو. في اللقطه دي كان بيقول لعادل مصطفى ما حدش يكلمني، خارج مستغرب الاول، وبعدها ده كان رد فعله لما قال انه محدش يكلمني قبل ما يروح يقعد على مقاعد البدلاء. هل هو غاضب؟ نعم، وبان حتى في الفيديو اللي ظهر فيه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه للبعثه. هو عامل مجهود كبير قوي وزير الشباب والرياضه الحقيقه في التنقل ما بين الفرق المختلفه في الالعاب المختلفه، وهو بيهني اللعيبه كلها بتقوم تسلم، هو كان قاعد زيزو، فحتى الوزير حاول انه يخفف من اللقطه او بيهدي زيزو، قال له مقف يلا وانت بتكلمني، بيهزر معاه، ففوق الموضوع شويه. ليه زيزو متضايق؟ من واقع معلوماتنا يعني، ومن واقع كمان تحليلنا احنا للمشهد، لعده اسباب. رقم 1، انه شايف انه مش حاصل على الدعم الفني جوه ارض الملعب، فحس ان هو بيبذل مجهود كبير قوي وشكله هو ما بيبقاش حلو قوي جوه الملعب، رغم انه في اللقطه البارزه كانت لقطه الكره اللي اتلعبت عرضيه وسجلنا منها الهدف، لكنه قبل الكره دي لو تلاحظوا قبل التغيير ضيع فرصه خطيره جدا من عرضيه احمد عيد قدام مرمى بدا خاليا من حارس المرمى، لكنه لعبها بجوار القائم. ده مزعله قوي، وحاسس ان الكره توصل له فيها مجهود كبير قوي. جزء منه سبب فني، ان اللعيبه ما بتدورش الكره حلو لحد ما توصل لزيزو، فبيحس ان مجهود محتاج يعمله اكتر بيضيع مجهوده الهجومي. 2، بحسب تحليلنا، الربط اللي حاصل ما بين أسامة فيصل وإبراهيم عادل أكتر بكتير من الربط اللي حاصل ما بين أسامة فيصل وزيزو، فبتلاقي الملعب بتاعنا معوج ناحية الشمال أكتر بكتير من ناحية اليمين اللي فيها زيزو. ليه؟ واضح جدا الكيمياء ما بين أسامة وإبراهيم كبيرة قوي، بيلعبوا بقالهم يعني شهور بل سنين مع بعض، فبتلاقي حتى أحيانا إبراهيم عادل بيخش مهاجم وأسامة فيصل بيلعب وينج شمال، بسبب ان هو واخدين على بعض، متفاهمين قوي جوه ارض الملعب، فبتلاقي الملعب مايل كده، فبتلاقي الناحيه دي يبدو منعزلا اللي هو مين؟ زيزو. وده اكيد سبب في استبدال ميكالي لزيزو، مش لمشكله بزيزو قد ما انه يلا بينا بقى نحرك الملعب اكتر، فكان ده سبب الاستبدال. زيزو نفسه شايف ان دوره مع المنتخب مش كما تمناه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه سايب الزمالك علشان مجد اولمبي، هو عنصر من العناصر اللي اكيد لازم تحدث فارق، فلما ما يحسش انه بيحدث فارق بتبقى مزعجه شويه، مفهوم. لكن في الاخر انت اهم ما يميز زيزو انه تيم بلاير، يعني في واحد بتكون دايما مهاراته هي اللي مخلياه النجم، في واحد بيكون زي زيزو كده اللي هو بيعمل كل حاجه، عنده تكامل نسبي في الامكانيات بتخليه بيخدم الفريق، مش بتخليه الألمع، لكن بتخليه الواحد اللي لو اتشال الفريق بيتهز. نفس القصة دي عند زيزو، ولكن سايب الزمالك. جايب كام جول في الدوري السنة دي أحمد سيد زيزو؟ انت عارف الهداف دلوقتي فيستون مايلي، وراه وسام أبو علي. زيزو بقاله كام 4-5 ماتشات ما بيلعبش في الدوري بسبب المشاركة الأولمبية، فمضيع ماتشات كان ممكن فيها ياخد مجد شخصي مع الزمالك كهداف دوري، فهو بيعمل المقارنه باين. وفكره ان هو كواحد من الكبار بيستبدل في بطوله اولمبيه دايما بتبقى مزعجه، انا مش معاها، انا لا اتفق مع ان الواحد ينزعج، لان في الاخر انت كفريق بتزول الفوارق بقى الفنيه والعمريه، منتخب واحد في الاخر.
شفتها فرنسا مثلا غيروا ماتيتا في الماتش اللي فات، الماتش الاولاني اللي كسبوه 3 قدام امريكا. النهارده سفيان رحيمي اللي سجل ثالث اهدافه في البطوله، اجوال المغرب كلها بيجيبها سفيان رحيمي، استبدل في نهايه المباراه هم مغلوبين صاعقه من منتخب اوكرانيا. فبتحصل. لكن انا بقول لكم الاسباب، ومن معرفتي يعني بزيزو اتوقع ان الماتش اللي جاي هيكون اكثر حماسا واكثر رغبه، وان دي لقطه وخلاص تعدي. لكن واعتقد ان بيكون في اجتماع ما بين ميكالي وما بين احمد سيد زيزو ومع اللاعبين ما بعد المباراه اللي حققنا اهم حاجه فيها وهي الانتصار. طيب بالمناسبه زيزو برضو من ضمن الحاجات، زيزو بيكون في 4 فرق فرنسيه موجوده في المدرجات، مندوبوها موجودون في مدرجات ملاعب مبارياتنا لمتابعة زيزو، متكلمين تماما مع ممثلي زيزو. وبالتالي برضو ان الواحد يخرج وهو في ناس قاعدة بتشوفه علشان تستعد لإرسال عرض رسمي لضمه، تبقى من الحاجات اللي بتزعل اللعيبة. ياما عشنا وشفنا يعني مثل هذه اللقطات. سيبك بقى من كل ده. طيب هو نزل عموما زيزو بعد المباراة صورة بتبين لك انه خلاص انا بفوق بسرعه، عادي، لقطه، زعلت، كسبنا، ساهمت حتى في الهدف بتاع الفوز، يلا نركز في اللي بعده. فمنزل الصوره اللي قدامكم وكاتب بلس 3 يعني 3 نقط. I smell something is burning. انا شامم حاجه ناويه تتحرق. طبعا دي يعني اللي هو الدنيا بتسخن معانا، يعني انا شامم ريحه حاجه حلوه جايه. فرساله حماسيه عن الأولمبياد وعن مشاركة منتخبنا الوطني. ما تيجوا نستعرض باقي نتائج اليوم كله مع الوضع في الاعتبار ان في ماتشات بتتلعب دلوقتي. لكن يلا نبص على الماتشات. ده كان طبعا زي ما سمعتوا تعليق هاني حتحوط على النهارده انفعال زيزو في مباراة منتخب مصر الأولمبي مع أوزبكستان اللي فزنا فيها 1-0. طبعا زيزو كان طالع منفعل جدا انه خارج، مكانش عايز يخرج. فده كان تعليق هاني حتحوط طبعا، لان قال ان في ناس بتتفرج على زيزو في المدرجات من أندية فرنسية. لكن طبعا النهارده الموضوع دوت ممكن يخلي الأندية دي تغير رأيها، لان هو خارج متنرفز جدا. فطبعا ده كان رد فعل هاني حتحوط على خروج زيزو. يا ريت حضراتكم تكتبوا لنا رايكم على موضوع زيزو النهارده وانفعاله، هل هو عنده حق ولا لا؟ متنسوناش تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، ومتنسوش تشتركوا في القناه عشان يصلكم كل جديد. قناتكم الرمح الاحمر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.